اهلا بيكم يا شباب في الجزء الثاني من قصتنا. الجزء الاول شفنا بطلنا يوتو وهو بيخلص من حرب صعبه وكبيره، لقى نفسه داخل في كميه شغل متاخره مش طبيعيه. فوق كل ده طلع له بنتين مجانين عايزين يتجوزوه بالعافيه، بس بذكائه قدر يشغلهم معاه مساعدين. وبعدها بدات رحلته لمدينه جيمي اللي اقتصادها واقع في الارض خالص، وهناك قابل لينا وصدمها بنظام زراعه عبقري هيقلب حال المدينه. وفي اخر الليل لما لينا ضغطت عليه في حوار الجواز، يوتو قرر يصارحها بالحقيقه الصدمه، حقيقته انه مش من عالمهم اصلا وانه جاي من المستقبل من زمن سابق زمانهم ب 2000 سنه. يا ترى لينا هتصدق الكلام ده وايه اللي هيحصل في مدينتهم؟ يلا بينا ندخل في الاحداث. طبعا كلنا شفنا لما يوتو قال لينا ان هو لازم يمشي من العالم ده وان ده مش مكانه وان اخته مستنياه ولازم يرجع لها في اسرع وقت ممكن. لينا قالت له طب وانا حتى لو مش علشاني، علشان خاطر عشيره هورو. رد عليها وقال انا عارف كويس انك قد المسؤوليه وهتقدر تحافظ على العشيره دي، بس هي كانت شايفه العكس تماما، مقتنعه انها السبب في كل اذى وضرر طال شعبها واثر عليهم بالسلب. يوتو بص لها وقال انت فكرتيني بحد اعرفه، والشخص ده عمل غلطه والغلطه دي ما عدتش بالساهل لانها كلفته حياه ناس كتير قوي من اقرب الناس ليه. وعلى فكره عمل زيك بالظبط وفضل يلوم في نفسه ويشيل نفسه المسؤوليه وفشل كله. بس تفتكري ده غير حاجه؟ اسمعيني يا لينا، انا عايزك تبقي قويه وما تسمحيش لاي حاجه تكسرك. الضعيف بس هو اللي يسيب غلطه واحده تدمر له بقيه حياته كلها. لينا قالت له يعني انت شايف اني هقدر احمي العشيره بتاعتي؟ قال لها انا متاكد تماما ان قوتك وقدراتك فوق ما اي حد يتوقع، وبوعدك طول ما انا في العالم ده هعمل كل اللي اقدر عليه علشان اساعدك. قالت له وانا كمان بوعدك اني هعمل كل اللي اقدر عليه. هما قاعدين بيتكلموا دخلوا عليهم فيل وكريس باخبار تسد النفس. عشيره البرق بدات تستعد للحرب وشكلهم ناويين يبيدوا كل العشائر اللي حواليهم. لما اجتمعوا كلهم كريس قالت له الاخبار جات لي وعرفت ان ستينس بدا يشتري اسلحه خلاص، وانا شايفه ان المفروض اروح وادخل عشيره البرق واجمع معلومات من هناك. قال لها الصراحه انا مش مقتنع وشايف اننا كده بنضحي بيكي على الفاضي. طلب من ألبرت إنها توريهم جزء من قدراتها، وفي لمح البصر قدرت تخلي واحد من اللي قاعدين يموت من الرعب. وقالت لهم ألبرت أختي دي برغم شكلها العبيط بس واحدة من أمهر القتلة والمتسللين في العالم ده كله. طبعا يوتو قلق منهم فقال لهم الصراحة أنا مبهور بقوتكم دي وقررت أبعتكم هناك فعلا، وعشان كمان أضمن إن محدش فيكم يقتلني. قالوا له اتفقنا بس بشرط أول ما نرجع نعمل طقوس انضمامنا الرسمي للعشيرة. وفعلا وافق. أول حاجة يوتو كان محتاج يدرسها هي الحدود بينه وبين عشيرة البرق، واللي كان فاصل بينهم نهر عملاق، وحس انه لازم يتحدى المجنون ده عند النهر علشان يصعب عليهم فرصة الاختراق. لما رجعوا المقر بتاعهم يوتو ما كانش فاهم الواد ده بيفكر في ايه بالظبط، فابو الزلط قال له انا شايف ان مش مهم السبب، المهم نعرف نتصرف. وحتى رون اتفقت معاه هي كمان. يوتو قال لهم احنا مش هينفع نتحرك غير لما توصل لنا رسالة تأكيد من كريس، بس اللي بجد مخليني قلقان اني عرفت ان جيش ستينس ما خسرش ولا حرب قبل كده. فيل قالت له لانك مش متخيل قوة الجيش ده عاملة ازاي. يوتو قال لهم ليه ده كله ان شاء الله، بس ابو الزلط بقى عارف خصمه كويس وما بيستهونش بيه، وقال له ستينس ده مجنون اسمع مني، ده بيقف في اول الجيش بتاعه وبيدمر اي حد يجي في وشه. يوتو صمم ان مفيش زيهم وقال له ما احنا كمان عندنا رون محدش يقدر عليها، ومش هي بس ده في ابطال كتير في الجيش بتاعنا، بس العيال نفسها ما كانتش واثقه انها تقدر تقف قدامه. وقالوا له الصراحه احنا ما عندناش القوه اللي عند ستينس المجنون ده. حتى ابو الزلط قال له ده لما كان عيل صغير في حرب مع عشيره الافعى قدر يدمر حصن كامل لوحده. وكل واحد فيهم فضل يحكي له عن الحاجات الجبارة اللي ستينس عملها قبل كده. وبدأ يحس إن الدنيا بتضيق بيه، بس فضل مصمم إن الشجاعة لوحدها مش كفاية، وإن الشجاعة من غير تخطيط استحالة يكون ليها لازمة. وقام بكل ثقة وقال لهم إحنا مش أقل من حد، وإحنا هنهزم ستينس ده ونعرفه معنى الخسارة. أما ستينس في حجم الجيش اللي جهزه مرعب حرفيا، وشكله ناوي ما يسيبش حد عايش من أي عشيرة تقف قدامه. لما وصل أخيرا لمكان تلاقي الجيوش، مسؤولين العشيرة طلبوا منه يستنى ويشوف تحركات يوتو الأول، بس حماسه الزايد خلاه ما يستحملش وأمر الجيش كله يهجم من غير أي تردد. وفعلا الهجوم بدأ والرماح بدأت تخترق دروع الجبهة الأمامية لجيش ستينس، وده لأن الرماح دي مصنوعة بتقنية حديثة جدا عن رماح العصر ده، بس كل حاجة وليها عيوبها. وبسبب فرق الوقت بين كل رمح والتاني ستينس أمر جنوده يستغلوا الثغرة دي علشان يهجموا على جيش يوتو، بس يوتو كان عامل حسابه وخلى فريق الرماح يتراجع ويطلع مكانه اللي يقدر يدافع ضد الهجوم ده. الحالة دي ما كانش فيه أي حل قدام ستينس غير إنه يتجنن ويقرر يدخل هو والمسؤولين كلهم ساحة المعركة. برغم إن يوتو لحد دلوقتي محقق انتصار مرعب، بس عارف إن ستينس مش عبيط للدرجة دي، وأكيد بيخطط لحاجة وهيفاجئ الكل بيها. وعلشان ده ما يحصلش يوتو قرر يستعين بالخطة البديلة. فعلا ادى إشارة لرون علشان تبدأ تتحرك زي ما خططوا. مع تحركها علشان تواجه الجيش، بدأ واحد من المسؤولين يتحرك هو كمان، والهجوم بين الاتنين كلمة عنيف قليلة عليه. جمات ورا بعض عنف مش طبيعي، وفي لمح البصر سلاح رون اتدمر تماما، واللي دمره مش أي حد، ده ستينس المجنون بنفسه. لسه كان هيخلص عليها اتفادت الهجوم وأخرجت سيفها وبدأت تتفادى الضربات، بس ستينس ما يعرفش كلمة استسلام وفضل يهجم عليها وهي بتحاول تندمج معاه، لدرجة إنها كانت بترتعش من الرعب، وده خلاها تطلب من جيشها إنه ينسحب. طبعا ده حط يوتو في مشكلة كبيرة، لأن تقريبا دي كانت أول مرة الاستراتيجية بتاعته تفشل. واحد من المسؤولين اللي معاه قال له دي حرب ومش لعبة، ومهما كان قوي هنلاقي طريقة نحاصره بيها.
في الوقت ده ستينس كان بيقرب منهم بشكل مش طبيعي، واللي كان بيفكر يقف قدامه كان بيندمه على القرار ده. فضل يقرب والطريق قدامه فاضي ومفيش حد هيمنعه. ولما يوتو حاول يوقعه في فخ حائط الرماح ويوقفه، ستينس ما فرقش معاه حاجه وطار على الجنود كانه وحش مش بني ادم، بقى نازل ضرب فيهم وهجوم فيهم ومش راحم حد خالص. يوتو بدأ يحس ان استحاله يكون في طريقه توقف المجنون ده، وحتى المسؤولين بقوا يقولوا له لازم ننسحب في اسرع وقت. وفعلا يوتو خد قرار التراجع وطلب من الحراس بتاعته تنزل وتطلب من كل الجنود انها ترجع. لما ستينس حاول يخلص على الحارس قدر يتفادى الهجوم، ومع الهجمه اللي بعدها قدر يصيب ستينس بكل سهوله. ستينس قال له الصراحه عجبتني وقوتك بالنسبه لي اقوى من البنت القصيره دي، وشكل العشيره بتاعتكم فيها ناس عليها القيمه مش زي ما كنت فاكر. وفعلا الحارس بدا يتحرك هو وكل الجنود اللي معاه، فستينس بقى عمال يزعق للجنود تجري وراهم، بس الجنود ما صدقوا لقوا اسلحه بالجوده دي والقوه دي فبقوا يلموها. جاله واحد من المسؤولين وقال له تعالى انت بس وما تشغلش بالك بالجري. ستينس قال له لا يا حبيبي ما فيش منه الكلام ده. الراجل قال له افهم بس احنا كلنا هنروح نلاحقهم، بس تعالى ناكل لقمه سوا ونغير وتروح في عربيه تليق بيك كقائد عشيره البرق. قال له يا عم طالما كده يبقى مفيش مشكله، المهم بس نلحقهم ونعمل معاهم الصح. بس الراجل طلع بيسحبه علشان يقول له الحقيقه والمصيبه اللي ستينس ما كانش عامل حسابها. كينج واحد من اهم المسؤولين مات وهو بيحارب، واللي ستينس سمعه ده خلاه يتجنن وبقى يمسك في اي حد قدامه، رغم ان هو اللي غلطان والراجل مات بسبب امر الهجوم بتاعه. بس ستينس ممكن يشيل اي حد الغلط الا نفسه، لدرجه انه مسك الراجل وضربه علقه موت. ولما فاق من الجنان ده جري على الراجل علشان يطمن عليه، وان كقائد استحاله اي حد يعترض حتى لو موتهم كلهم. كل اللي قاله الراجل اللي لسه واكل علقه ده انا خايف على ستينس انه يقود الجيش لوحده فيموت، بس ستينس طالما نوى يبقى استحاله يرجع في كلامه. فعلا وقت ما يوتو والجيش بتاعه كانوا بيعدوا النهر حسوا ان ستينس بيقرب عليهم، واول ما وصل الحارس بتاع يوتو وقف قدامه. ستينس قال له ولو مين وقف انا هنتقم لقريبي اللي مات. وفعلا بدا يهجم على الحارس بقوه مش طبيعيه، بس الحارس فضل يتفادى الهجمات بكل الطرق الممكنه. ستينس قال له انت ناوي تلعب مش كده؟ قال له لا الصراحه انا ناوي اعدي جيشي. طبعا اللي حصل ده ما عجبش ستينس وضايقه اكتر واكتر، امر الجنود بتوعه كلهم يتحركوا وراه ويعدوا النهر علشان يلحقوا الجيش قبل ما يهرب. ولو فاكرين ان الشجاعه هي كل حاجه تبقوا غلطانين. يوتو اتظاهر انه خسر وحاول يسحب جيش ستينس لحد النهر عشان يوقعهم في المصيده. فعلا ستينس بدا يتحرك عشان يعدي النهر وبقى يتفادى الرماح اللي بتتحدف عليه زي المطر. واول ما وصل الشط التاني لقى الحارس بيقول له ندل على سلامه الملك، وفي ثواني كان متحوط بكميه مرعبه من اقوى مقاتلين المملكتين. ده خلى ستينس يطق شراره ويجيب اخره بسبب الطعم اللي بلعه ده. اما الجنود بتوعه فبقوا يتصفوا في الميه في نفس الوقت، كلهم بداوا يهجموا عليه من كل اتجاه، وهو بقى يتفادى كل الهجمات كانه في حرب كامله لوحده. بس ما قدرش يستحمل والغضب سيطر عليه تماما، وفجأة عينه لمع فيها الشر وبهجمة واحدة طير من رون السلاح الفتاك بتاعها، وقال لهم مهما عملتوا ستينس هيفضل طول عمره بطل أي ساحة قتال. في وسط ما كان عمال يتنطط عليهم وفاكر نفسه علم عليهم خلاص، المحارب بص له وفضل يضحك وقال له والله انت عبيط، انا قلت لك من الاول ان كل اللي احنا عايزينه ان احنا نعطلك هنا وبس. فجأة كلهم نطوا على الخير وجريوا. اما ستينس فبص لقى فيضان كبير جدا جاي في وشه، ومن الصدمه وقف متنح ومش فاهم ازاي يوتو عمل الحركه دي. واكيد حوار زي ده ما تطلعش منه الا لينا اللي عملت سد وفتحته اول ما العدو وصل للمكان اللي متفقين عليه. وطبعا الفكره فكره يوتو اللي عقله يوزن بلد. اما لينا فكانت هي اللي لمت الناس وشغلتهم باللي معاهم علشان يعملوا السد ده. يوتو ما كانش طيب يبص في وش الولد ده، لان هو شايفه عيل متكبر على الفاضي وشايف نفسه بقوه خدها كده وخلاص ومش بمجهوده ولا بتعبه. رغم ان ستينس فلت وعاش من الفيضان، بس الخساره دي كانت بالنسبه له اوحش من الموت ب100 مره. بعد ما المولد ده فض وابو الزلط جمع مساعدين يوتو كلهم في المقر وقال لهم اكيد كلكم باصمين بالعشره ان يوتو قائد ما جابتهوش ولاده، وعمل شويه حاجات الفتره اللي فاتت دي مش طبيعيه، ولولا وجوده كان زمان العشائر دي كلها اتفرمت، وعلشان كده انا شايف نديله اجازه يريح فيها. طبعا العيال كلها عيونها لمعت وفرحوا لانها تبقى فرصه لقطه علشان يجرجروه في الكلام ويقنعوه يتجوز اي حد فيهم. تاني يوم راحوا له المكتب كلهم مع بعض وقالوا له احنا شايفين انك لازم تفصل شويه وتريح. قال لهم انا استحاله اخد اجازه والناس كلها طافحه الدم في الشغل. قالوا له خلاص يا عم خدنا معاك، وفي الاخر وافق، وهم كانوا هيطيروا من الفرحه ان الخطه ماشيه تمام زي ما كانوا متفقين. ولما خرجوا يوتو سال ابو الزلط انت ايه رايك في الحوار ده؟ قال له الصراحه انا شايف كده برضو، انت لو ريحت هترجع فايق وتعمل شغل عالي. فعلا يوتو وافق وهو رايق، وتاني يوم طلعت الرحله والفسحه كانت احلى مما تتخيل بكتير. يوتو كان بيحاول يتبسط على قد ما يقدر لانه كان محتاج يفصل بجد. لما طلع بالليل من الميه العيال كانت ملمومه حواليه، فقال لهم انتوا شكلكم ناويين تقرفوني وتصدعوني. قالوا له مين قال كده بس، ده احنا قاعدين تحت رجلك علشان ندلعك على الاخر. وفعلا من ناحيه الدلع فهو اتدلع على اخر كرم. بعد ما الاجازه خلصت ورجعوا كان في شويه شغل لازم تخلص، واولهم ان انجر تعمل سيف لرون بدل اللي ستينس ضيعه لها. انجر اول ما شافت رون ملويه ومبوزه كده قالت لها ايه هو ده كمان مش عاجبك ولا ايه؟ قالت لها لا والله مش كده، انا بس في حاجه في دماغي ومش عارفه اقولها ازاي. فانجر قالت لها ما تبطلي سواكه ومحنه، ابوس ايدك وخلصينا واتكلمي. فقالت الصراحه انا كان نفسي يوتو هو اللي يعمله لي مش انتي، وحاسه ان قوتي كانت بتزيد
السيف القديم علشان يوتو هو اللي كان عاملهولي. فجأة باب الأوضة اتفتح ولقيوا يوتو داخل ومعاه مفاجأة، وقت تدوير ولقى السيف بتاعها اللي كان ضايع، والبنت بقت تعيط من الفرحة ومش مصدقة نفسها. أما عن الفلوس، يوتو دخل المدينة باختراع جديد وبدأ يصنع الكوبايات والأطباق من الأرز، وده كان حاجة سحرية بالنسبة لهم. أول ما البضاعة نزلت السوق عملت قلبان والفلوس بقت زي الرز، والعيال ما كانوش مصدقين إن بعد الفقر ده كله شوية أطباق وكوبايات هتخليهم مرشيين وأغنياء، والعشيرة كلها حالها اتقلب وبقوا في عز. وقت ما كان قاعد دخلت عليه البنت اللي أنقذها من تاجر الخدم، وبدل ما تخليه يشرب المية دلقتها عليه وخلته يستحمى بيها. طبعا البنت كانت هتموت من الرعب وفضلت تتأسف وتعيط، بس شكلها لسه ما تعرفش يوتو العسل اللي فضل يهدي فيها ويقول لها يا بنتي والله ما زعلان ولا حاجه. فقالت له انا مش عارفه اودي جمالك فين، بعد ما خسرت كل حاجه انت ظهرت لي من الهوا، عمري ما هنسى انك انقذتني انا وامي. قال لها بس يا بنتي بلاش كلام خايب، دي اقل حاجه ممكن اعملها لك، سيبك من الكلام ده ومدي ايدك دوقي الحلويات اللي عملتيها. كانتش راضيه تاكل، بس يوتو عمره ما يرضى ياكل من حاجه اتعملت له لوحده، وفعلا اقنعها تاكل معاه. واول ما دقتها كانها دقت طعم الحياه لاول مره. وسط الكلام يوتو لمح حاجه غريبه في خد البنت الصغيره، خلاها تقرا اليافطه بتاعه المحل، والغريب انها فعلا عرفت تقرا المكتوب. اللي شافه ده جاب له فكره في دماغه، ولما راح المكتب قال للعيال ان المفروض يبقى في تعليم اجباري للعيال في العشيره. طبعا العيال ما كانتش فاهمه ولا مقتنعه، فقال لهم افهموني بس، الناس اللي ما بتعرفش تكتب ولا تقرا في العشيره كتير، مصلحه العشيره علشان يكون لها مستقبل ان لازم كل الاطفال تتعلم من صغرها. اللي قالت له الصراحه انا مش معاك، لان مش كل الناس ما هتدفع مصاريف التعليم، وان احنا نجبرهم على حاجه زي كده هتعمل لنا مشاكل. قال لها ومين قال ان حد هيدفع مليم؟ انا ناوي اعمل نظام تعليمي مجاني 100% للاطفال المدينه كلها. العيال بقوا مبلمين ومش مصدقين. قال لهم افهموني بس، هنصرف شويه فلوس حلوين دلوقتي، بس احسبوها معايا كده، كمان 15 سنه عشيره الذهب هتبقى اكبر واهم عشيره علشان العيال المتعلمه دي. لكن سيبوكم من حوار العالم ده دلوقتي، لان في حاجه لازم احكي لكم عليها دلوقتي حالا. التطور اللي بيحصل ده كله بيفكر فيل دايما باللي فات ويقلب عليها المواجع. الحكايه بدات من حوالي سنتين لما كان اول صاحب ليوتو في العالم ده هو لوبتر اخو فيل، واللي كان دايما مصمم انه في يوم هيجوز اخته ليوتو. طبعا يوتو كالعاده بيقول له فكك لان عايز ارجع بلدي. في يوم بعد حرب كبيره قدر الجيش يفوز فيها بقياده يوتو، لوبتر قائد العشيره الكبير اللي هو الاب اعتذر لهم وقال كل العك اللي حصل ده بسببي، عشان كده قررت اسيب المنصب لشاب يقدر يحمي العشيره بجد. الصدمه هنا ان هو اختار يوتو وفضله عن ابنه. يوتو قال له انا عايز ارجع بلدي ومش عايز ابقى القائد، لكن لوبتر الابن فهم الحوار كله غلط وقال له يوتو بطل تمثيل وشغل حوارات بقى، الشوتين دول خلاص مالهمش لازمه لانك اخدت اللي انت عايزه. يوتو قال له والله انا ما عايز كل ده صدقني، بس خلاص لوبتر كان دماغه فوتت. لوبتر قال له انت قعدت تلف وتدور وانا بطحن في نفسي علشان احمي العشيره، وفي الاخر ابويا اختارك انت ويرميني انا. وفجاه طلع سيفه وهجم على يوتو، بس ابوه رمى نفسه قدام السيف وضحى بحياته عشان يبني مستقبل للعشيره على ايد يوتو. صدمه كبيره جدا حلت على المكان كله. لوبتر قتل ابوه وبقى سايح في دم وسط الناس، وكل اللي قدر يعمله انه هرب زي الجبان في وقت اخته كانت محتاجه اللي يواسيها. اما القائد الكبير في اخر كلماته وهو بيموت كانت ليوتو وقال له مستقبل العشيره دي في رقبتك، وقبل ما تمشي وترجع بلدك سلم القياده للوبتر. رغم ان يوتو كان عيل ملوش ذنب في كل الفيلم ده، بس وجعه على فراق الراجل ما كانش ليه وصف، واخد حته من قلب يوتو معاه وهو بيموت. اما بقى عن العشيره فيوتو كان نايم في العسل، ولما صحي دخلوا عليه الاثنين السوابق كريس والبرت، وفاكر ان هم جايين في خير تبقى غلطان لان المصايب بدات ترف على العالم كله. في جيش بدا يفرم كل العشائر اللي جنبه، والغريب انه بيستخدم نفس الحاجات وبيصنع نفس الاسلحه اللي الجيش عشيره الذئاب بيعملها. طبعا يوتو كان اول حد يشك فيه، حتى فيلم ما كدبتش خبر وقالت له مفيش غيره الملعون ده اللي يعمل كده، واكيد هو اللي ورا الحوار ده. يوتو قال لها انت بتلف وتدوري وعارفه حاجه مش كده؟ قالت له الصراحه انه من اسبوعين تقريبا بعت لي رساله وقال لي سيبك من يوتو وتعالي معايا لانه ناوي يخلص عليك ويقعدك في البيت بعد ما بقى قائد عشيره البنسر. وقعدت تعيط وتتاسف له انها ما قالتش من بدري، وقالت له صدقني انا معاك انت وبس. فقال لها من غير ما تحلفي انا عارف، اما عمنا لوبتر ده فاكيد لسه شايل مني، بس انا ناوي ابارك له واطلب منه نشتغل سوا ونبقى ايد واحده. وفعلا بالليل راح المكان اللي بيروق فيه، ولما كلم اخته حست انه بيمثل وفرحان كده، بس هو شايل ومهموم. وقالت له ما تخبيش عليا، انا عارفه ان صعب عليك تقف تحارب لوبتر اللي ابوه موصيك عليه. قال لها عندك حق، بس انا دلوقتي قائد عشيره الذئاب، واي حد هيقف قدام لقمه عيش ومصلحه العشيره انا هفرمه من غير رحمه. ولو هنتكلم عن الرحمه فاكيد مش هنذكر اسم لوبتر، لان شكل الايام حولته لشخص زباله واوحش من الاول، وناوي يرجع وياخد من يوتو كل حاجه. فعلا من تاني يوم على طول لوبتر وجيشه هجموا على عشيره هورو، وطبعا يوتو مش هيسيب ناس تابعه ليه يتضربوا كده ويسكت، فجمع رجالته بدا يتحرك، وفي نص السكه بدات رجاله لوبتر تظهر. فهم وقتها ان هم بيلعبوا معاه اللعبه اللي كان هو بيلعبها زمان. وحسن حظ يوتو ان العربيات الجديده معموله بالحديد وحميته من الرماح، وقال لرجالته قيموا عليهم وفرموهم.
فعلا هجمات الرياح اللي عملوها كانت شديده بغباوه، الجنود اللي كانوا عايشين طلعوا جري كلهم، واول ما قائد الجنود رجع للوبتر وهو مرعوب قال له يا باشا ده مش طبيعي، الجيش اللي قدامنا كان بيرمي رماح بطريقه غريبه عمري ما شفتها في حياتي. لوبتر قال له خلاص فكك انا فهمت، اخرج انت دلوقتي. الوقت ده جهز جيش اكبر وقال انا هروح اخلص على يوتو بنفسي. واول ما وصلوا عملوا خطه من اللي يوتو نفسه مؤلفها، بفضل الخطه دي قدروا يحاصروا جيش يوتو من كل حته. يوتو بدا يحرك العربيات اللي معاه كانه بيرفع الرايه البيضاء ويستسلم، وده خلى لوبتر يفرح ويزعطط ويحس انه علم عليه خلاص. لكن اللي حصل غير كده تماما، لوبتر قرر انه حتى لو يوتو استسلم لازم يخلص عليه. مع هجوم جيشه طلع الاستسلام ده مجرد كمين محترم، الرماح بدأت تنزل على جنوده زي المطر، محدش عارف يخطو خطوة واحدة لقدام. لما جيش لوبتر بدأ يضرب في العربيات اللي محاوطة جيش يوتو استغربوا ان الرماح مش مأثرة فيها، لأنهم ما كانوش يعرفوا ان الجدار ده خرساني ناشف، الصواريخ نفسها صعب تأثر فيه، وده خلى لوبتر يتجنن ويحرك جيشه كله علشان يتصرف ويهجموا. بس على مين؟ يوتو مظبط كل حاجة والرجالة مستعدة، الرماح بسرعة مش طبيعية وقوة جبارة بتخرم في أجسام العدو بشكل مرعب، عدد مهول من الجثث وقع ومحدش فيهم فاهم أي حاجة ولا قادر يقف قدام الهجوم ده. بنت اللي مع لوبتر قالت له احنا كده بنرمي الجنود في النار على الفاضي، لازم نلم عزلنا وننسحب علشان ما نخسرش اكتر من كده. وبرغم انه كان رافض بس بدا يجمع جيشه فعلا علشان يرجعوا. في الوقت ده مساعد يوتو حس ان في حاجه غريبه، فجاه يوتو بنفسه حس بحاجه غريبه بتحصل، كأن في حد بيستحوذ على روحه ويسيطر على دماغه. اما جنود العدو فبداوا يتحولوا بشكل غريب بدون اي مقدمات، هجموا زي الزومبي واشباه الموت على الجدار، وحتى لما حاولوا يخلصوا عليهم العيال دي كانت كانها وحوش مش بشر، فعلا قدروا يخترقوا الجدار. واول ما لوبتر وصل لساحه القتال يوتو امر جنوده يوقفوا الهجوم. بس لو يوتو فاكر اي ايام حلوه للوبتر فلوبتر مش فاكر له غير الشر ولسه جاي يخلص عليه. فيل وقفت في وشه وقالت له اياك تعملها، بعد الغيبه دي كلها جاي تعمل فيها اخويا؟ مش كفايه قتلت ابوك، جاي دلوقتي تقتل الوحيد اللي قدر يوقف العشيره على رجلها من جديد، ولسه جاي يطيح فيها هي كمان ويقتلها. يوتو طلع سيفه وصد الهجوم وقال له انت حر، تحبني او تكرهني دي بتاعتك، بس توصل بيك ترفع سلاحك على اختك الوحيده يا عديم القلب. طبعا طالما يوتو دخل في حوار يبقى رون لازم ترشق في القصه، لدرجه ان الحصان بتاع لوبتر نفسه خاف وما بقاش قادر يقف ثابت في مكانه، وباقي الجيش كله رجعوا لورا وهربوا، ولوبتر ما بقاش فاهم ايه اللي بيحصل. ولما المولد ده فض طلع حوار الجمل ده يوتو يقصده، لان الخيل بتخاف من الجمال وبتجري منها. ولما فيل جت تطمن عليه وتتاسف له عن اللي حصل منها قال لها يا بنتي انا زي الفل ومية مية، انا بس كل اللي مستغربه الحوار اللي حصل واحنا واقفين ده. تاني يوم وهم في المقر الجو بدا يبرد عليهم. فيل كانت عارفه ان الوقت ده من السنه الجو بيبقى فيه تلج، طلبت من المساعدين يعملوا حاجه للتدفئه في مكتب يوتو. فعلا لما طلع المكتب وجرب القعده الجديده حس بدفى رهيب وكان مستمتع على الاخر. بما انه مستحيل يجرب حاجه لوحده خلى فيل تقعد معاه هي كمان. بنت ما صدقت لانها كانت هتموت من الساعه، ويدوب لسه جايين يقولوا يا هادي ويشتغلوا، فيل من كتر الدفى نامت على نفسها في ثانيه. اما البنت الغلبانه اللي يوتو انقذها فبدات تحضر المدرسه مع العيال، بس تقريبا الوحده مكتوبه عليها، فقالت تروح ليوتو. اول ما دخلت قال لها حط الشاي ده واقعدي استريحي معانا شويه. فلما قعدت سالها عملت اصحاب في المدرسه ولا لا؟ بنت وشها جاب 100 لون لانه داس لها على الجرح، بس رفضت تبين وقالت له كل حاجه تمام وزي الفل يا يوتو. يوتو اول ما قفشها وعرف ان في قرر يتصرف. ولما راح هو وكريس عند المدرسه عرفوا ان العيال كلها متجاهلاها ومخليها لوحدها كده. كريس قالت له انا جات لي فكره صايعه جدا ومش عايزاك تقلق خالص، سيب الموضوع ده كله عليا. وفعلا راحت قدمت هي واختها في المدرسه، ومن اول يوم الحركات المجنونه اللي البنت بتاعتهم بتعملها رعبت العيال، وكان اول طلب ليهم انهم يقعدوا جنب ايفي لانهم عايشين سوا في القصر، وده خلى واحده من البنات دماغها تطلع دخان من العصبيه. ولما البر رجعت ليوتو وقالت له ان في بنت كده هي اللي ممشيه الفصل كله، وهي اللي قالت للعيال ما يتعاملوش مع ايفي، وقالت له والله انت اللي غلطان لان مروحك معاها اول يوم خلى العيال تغير منها وتكرهها. قال لها طب الحل ايه دلوقتي؟ اللي ردت المره دي كانت كريس وقالت له انا هتصرف انا والكلمه هتبقى كلمتي انا. وفعلا في وقت قليل الفصل كله بقى ماشي على كلمه كريس، والعيال ملمومه حواليها ونفضوا للبت التانيه خالص لدرجه انها كرهت عيشتها. لما قاموا علشان يمشي ايفي بقلبها الطيب ما هنش عليها البت وراحت لها وقالت لها قومي تعالي معانا، بس البنت بكل تناكه وقله ادب قالت لها مالكيش دعوه بيا مش هروح في حته. بس ايفي صممت وفضلت تلح عليها لحد ما البنت عيطت وقاموا سوا. ولما راحوا يدوا تقرير ليوتو ان المهمه نجحت البرت كانت فاكره انها مش هتروح المدرسه تاني، بس كريس صدمها وقال لها لا انت لازم تروح. ثاني يوم يوتو كان مسحول في الشغل طول الليل، لا انجر داخله عليه والجنونه راكباها وعماله تزعق لدرجه انها مسكته من ودانه ونسيت خالص ان ده قائد العشيره. ولما حاول يهديها ويسالها هو في ايه طلع ان هو كان مديها ميعاد علشان يعملوا الازرار سوا ونسي، وهي فضلت مستنياه طول اليوم وما كانش قدامه حل غير انه يوافق علشان تلم الدور. لما خرجوا لقيوا في وشهم رون، ولما عرفت انهم رايحين الورشه قالت بس هي دي القعده التمام انا جايه معاكم. قال لها
ابوس ايدك شوفي لك اي حاجه اعمليها على ما اخلص المشوار ده وارجع. لما افتكر نفسه ان هو خلع لها في وشه كريس والبرت، بس في اللحظه الاخيره عرف يزوغ منه. لما وصلوا الورشه يوتو صدم انجر وقال لها انه ضيع اليوم علشان كان عايز يصنع هدايا ازرار للمساعدين بتوعه. انت شدت في شعرها وكان نفسها تجيب رقبته، بس بعد معافره ومصالحات قد كده رضيت عنه وبداوا يشتغلوا لحد ما خلصوا الهدايا. بعد ما خلصوا يوتو قرب منها وقال الصراحه في حاجه كنت عايز دايما اقولها لك. البنت افتكرت ان الدنيا حلوت وهيقول لها كلمتين حب وبتاع، بس يا ريتها ما اتحمست اصلا، لانه قال لها انا نفسي تتلمي لانك طلعت عيني بقله ادبك. طبعا البنت انصدمت صدمه عمرها، وهو فضل يديها كلام زي السم لحد ما خرجت عن شعورها وراحت مدياه في وشه رغم انها ضربته. تاني يوم استناها لحد ما صحيت، ولما حاولت تهرب منه وقفها وقال لها انا عملت السلسله دي ليكي تجيب كلمه اسف على زعيق امبارح. البنت ما كانتش مصدقه نفسها واخدت السلسله ولبستها وحست انها اتولدت من جديد، وكلمتين حلوين من عم يوتو نسوها يوم الاجازه كله. نفس الوقت ده لوبتر مبعوث من الامبراطوريه وصل له بيطلب معاهده سلام من عشيره الذئاب، بس لوبتر مش ناوي غير على الشر. وعمنا اليكس اللي كنا فاكرينه حبيبنا وتبعنا طلع معاه وناوي يساعده علشان يوقعوا يوتو من على الكرسي. وسط ما الدنيا خربانه في العالم اللي يوتو فيه، اخته كانت جابت اخرها وعماله تعيط وتشتكي لصاحبتها ان يوتو وحشها ومش عارفه تعيش من غيره. صاحبتها قالت لها طب تعالي قضي معايا كام يوم كده وفكي عن نفسك شويه، وكمان بنت عمي جايه من السفر والموضوع هيبقى فل. البنت اول ما سمعت كده قالت لها ثانيه بس، مش بنت عمك دي هي دكتوره التاريخ؟ يعني ممكن تكون عارفه اي حاجه عن المكان اللي يوتو فيه. فعلا رجعت معاها البيت، واول ما وصلت قابلت سايا بنت عم صاحبتها. سايا قالت لها اقعدي بقى واحكي لي علشان الفضول هيقتلني اعرف ايه اللي حصل مع اخوكي بالظبط، لاني بصراحه حاسه ان في حاجه غلط، بس هسمع منك ونحكم بعدين. قعدت وحكت لها عن اللي حصل. سايا حست انها عارفه تفاصيل صعبه حد يفتكسها من دماغه، وده خلاها تصدق ان البنت مش بتحور هي واخوها. كلا ان سايا ما كانش عندها اي تصور للمكان اللي يوتو فيه او الزمان اللي هو فيه. البنت قالت لها ما هو يوتو قال لي كده برضه لانه عمل ابحاث كتير وما وصلش لحاجه. فجاه سايا افتكرت حاجه وبدات تقول لها تفاصيل حصلت فعلا من حروب وشخصيات وحتى حوار الفيضان، وقالت لها فعلا يوتو حكى لي الكلام ده. سايا قالت لها يبقى هو اكيد واحد من ابطال الاسطوره المشهوره، وعلى حسب كلامك ده اخوك يبقى هو عملاق اللهب. لما سالتها عن اللي ممكن يحصل قالت لها الصراحه انا ما كانش نفسي اقول لك كده، بس لو دي الاسطوره فعلا فالكلام بيقول ان العملاق الاسود وعملاق اللهب هيموتوا في النهايه. ده خلى البنت مرعوبه وبتترعش من الخوف على اخوها اللي بيروح منها. اما عمنا يوتو فكان قالب الدنيا اتصالات ومش عارف يوصل لها خالص، ولما خرج من الاوضه لقى المساعد بتاعه بينادي عليه، ولما قعدوا سوا المساعد كان بيديله تقارير عن المهمات اللي طلبها منه ونفذها. اما يوتو فكان عنده طلب كمان وغريب حبتين، لانه كان عايز المساعد بتاعه يضربه، وده لانه حاسس بالذنب بسبب اللي حصل في الحرب والجدار اللي اتهد. المساعد قال له والله انت غريب يا قائد، احنا بعد كل اللي حصل ده عرفنا نخلع وفوزنا ورجعنا كمان برجالتنا المصابه من غير ما نسيب حد. يوتو قال له والله انا فاهم بس للاسف مش عارف اسامح نفسي على اللي حصل ده والجدار اللي اتهد. الواد رد عليه وقال له ما تحملش نفسك فوق طاقتها يا عم يوتو، انت لسه صغير على انك تشيل كل المسؤوليه دي لوحدك. فضل يواسي فيه وتعهدوا هما الاثنين انهم لازم يفوزوا ويرفعوا رايه العشيره في كل مكان. ام رون وهي رايحه اوضتها قابلت فيل في وشها. فيل قالت لها انت بنت حلال والله، تعالي معايا عايزه اوريكي حاجه، وخدتها معاها وفرجتها على الوشاح الجديد اللي بيعملوه هديه ليوتو. رون قالت انا هكون مبسوطه الصراحه لو شاركت معاكم. هما ما صدقوا حد يجي يساعدهم بدل البهدله والفرهده اللي هما فيها دي. الوقت ده لوبتر ما كانش في دماغه غير الحروب وعمال يفتكر كل اللي حصل زمان، ولما المساعده بتاعته حاولت تهديه قال لها بغل انا مش ههدى ولا هيرتاح لي بال الا لما اخد حقي من الكلب اللي اسمه يوتو ده. وعلى الجنب التاني يوتو هو مشغول لقى اخته بتتصل بيه علشان تكون اول واحده تعيد عليه بمناسبه السنه الجديده. قال لها انت فين يا بنتي كل ده، انا برن عليكي من زمان. البنت طبعا خافت تقول له الحقيقه، وفي الاخر قررت تحكي له على كل اللي سمعته من سايا اللي هي دكتوره التاريخ زي ما قلنا لكم. قالت له كمان ان الكلام ده مش اكيد ولسه هيعملوا ابحاث ويردوا عليها. يوتو قال لها انا مش فارق معايا اي حاجه في الدنيا غير اني اشوف. البنت مشاعرها اتلخبطت وفضلت تعيط من كتر ما هي مفتقداه. بعد ما قفل معاها ما عرفش ينام فنزل يتمشى شويه يفك عن نفسه، ويا دوب خطوتين ولقى كريس والبرت في وشه وطبعا لزقوا له. هما ماشيين سمعوا صوت عالي جاي من حانه، ولما دخلوا لقوا شويه شباب الواحد فيهم قد البغل عمالين بيفتروا على بنت غلبانه ولسه جايين يهزقوا يوتو. وراهم وش فالعيال اترعبت اول ما عرفوا انه ده قائد العشيره، وقعدوا يتاسفوا له على امل انه هو يسامحهم. ولما رجع المقر لقى فيل مستنياه ووشها مقلوب، وقالت له يعني انت مش عارف اني من الحراس بتوعك، تسيبني هنا وتنزل مع الاثنين المساخيط دول؟ قال لها مش وقت هري بالله عليكي، جهزي جناح الضيوف لليفا اللي هي اميره عشيره يارل. وعشيرة يارل دي واحدة من أكبر 3 عائلات في الإمبراطورية كلها. ليفا كانت مجبورة بالمكان وعايزة تتفرج عليه كله، بس رومفا كانت بتراقبهم طول الطريق، وكريس لاحظت ده، والاتنين بقوا شاكين في ليفا لأن قوتها ما يستهانش بيها برضه وشكلها جاية وقصده يوتو بالذات. مفيش 10 دقايق ويوتو طلع يجري لأن ليفا مبهدلة الدنيا وبتتخانق مع الحراس علشان تدخل ورشة الحدادة بالعافية. يوتو وصل وقال لها الأوضة دي سرية تماما محدش بيدخلها، فحاولت تدلع عليه شوية بس فيل بصت له فمسك نفسه ورفض. في وسط الدوشة دي أنجر خرجت وزعقت. لما عرفت إنها أميرة عشيرة يارل ظبطت نفسها عشان ما تتنفيش. ليفا
سالت يوتو عن حوار انه جاي من عالم تاني، فقال لها والله هي كانت مرايه بنت كلب عملت فيا كل ده. وقالت له اعتقد في مرايه زيها في الامبراطوريه لانها المكان الوحيد اللي ليه علاقه بالنحاس السحري. طبعا يوتو ما كانش مصدق نفسه، بس الحوار اتاجل لان ليفا كانت هتموت من الجوع، وعشان يكسبها ويكسب قلبها عمل لها همبرجر. طبعا بعد ما كلت وروقت على نفسها قالت له انا حاسه ان في حاجه غلط، لان قدرات فيل ما تسمح لهاش تستدعي حد، ده انا بقوتي دي ما اقدرش. وعلشان توريه قدراتها رمت عليه تعويذه غريبه خلته واقع على وشه شبه البورس ومش عارف يتحرك. فيل صوتت وقالت لها يخرب بيت ابوك سيبيها تموتيه، بس ليفا قالت لها بكل برود دي تعويذه داخليه، ولو ما فيش ساحر شاطر يلغيها هتفضل مشللاه لمده اسبوع. بعد فتره يوتو كلم اخته وقال لها عندي اخبار مش عارف حلوه ولا وحشه، انا لقيت حد يقدر يعمل تعويذه ترجعني عالمي، بس المصيبه ان اللي هتعمل كده هي مساعده لوبتر اللي هي اشد اعدائي. اخته قالت له انا ما اعرفش ايه العمل بصراحه، بس متاكده انك هتعرف تتصرف. تاني يوم العشيره كلها كانت بتحتفل ببدايه السنه الجديده، وفيل دخلت عليه بالوشاح الجديد اللي عملوه له هديه، والوشاح ده طبعا هو نفسه اللي الاسطوره ظهرت بيه، وشكلهم داخلين على موال كبير، بس سهروا كلهم وكلوا وشربوا وكانوا اخر دلع. تاني يوم الشغل بدا، والبرت وكريس رجعوا من الرحله الاستكشافيه وقالوا ليوتو ان جيش عشيره الرعب متكون من 8000 جندي بقياده ستينس. يوتو اول ما سمع الكلام ده امر فيل تجهز الجيش بالكامل، والعدد كان مرعب، فوق ال 20000 جندي متدربين على اعلى مستوى. وبالليل يوتو قعد يظبط خطه صايعه لانه مش عايز يخسر ولا جندي من رجالته، وناوي يغير التكتيك القديم. من كلب البحر ستينس فكان حماسه غريب وقدر يجهز اسلحه جديده. فعلا الهجوم بدا، ويوتو لاحظ ان ستينس راكب حصان في مقدمه الجيش، واول ما قرب من الحواضر الحديديه والرماح نزلت عليه طلع شمسيه معدنيه صد بيها الهجوم. والصدمه الكبيره ان جيش ستينس كله مسلح بنفس اسلحه جيش يوتو، والمبرر الوحيد انهم اتحدوا مع جيش لوبتر علشان يوقعوا يوتو. يوتو امر جنود خط النص يتراجعوا وجنود الاطراف تعمل كمين للعدو، والوضع بقى كارثي على جيش ستينس. طبعا مساعد ستينس قال له لازم ننسحب، بس ستينس رفض وقال اللي عايز يعيش يجي ورايا، وفعلا هجم، ورون قابلته في وشه وخلصت على الحصان بتاعه، والموضوع قلب ملحمه كبيره جدا. في وسط المعمعه دي يوتو رفض يضحي بعدد كبير من جنوده ورفض يرميهم في النار، بس الكلام ده اتقلب في ثانيه. الكلام ده كله اتقلب في ثانيه لان كريس جت مرعوبه وقالت له ان في اكتر من 100000 جندي جايين من اتجاه تاني. لوبتر اتحد مع ستينس وجمعوا كل اعداء يوتو في جيش واحد علشان يخلصوا عليه، وفي نفس اللحظه كان في حرب للموت بين ستينس ورون، هجمات سريعه وجباره، وحتى مساعد يوتو تدخل، بس ستينس كان زي الوحش وقدر يدمر سلاح رون ويجيبها الارض، بقت بتواجه وحش مش بني ادم. وقبل ما يخلص عليها بثانيه مساعد ستينس جاله وقال له لوبتر وجيشه خلاص هيهجموا على جيش الذئاب. رون اترعبت وقالت له وحياة امك ما هطلعك من هنا لو على موتي حتى. بس ستينس من كتر التناكه قال لها انا زهقت منك ومن القتال معاكي، وسابها ومشي. يوتو كان مصدوم ومش مصدق ان لوبتر حطهم في الفخ ده، وفيل والكل قالوا له لازم ننسحب حالا، بس يوتو خاف لو انسحبوا الاعداء يحاصروهم ويموتوا الرجاله والستات والاطفال يتباعوا في اسواق الخدم. بما ان العشيره كلها بتعتبره ابوهم قرر يقف ويحارب لاخر نفس حتى لو ثمنها حياته. لوبتر قال لجنوده مش هنمشي من هنا غير وحقنا راجع، وامر بالهجوم. الجنود بتاعت يوتو كانت بتتصفى والجثث مغرقه المكان كله، لحد ما فجاه اعلام عشيره الذئاب اترفعت وصوت يوتو هز المكان وهو بيحمسهم ونزل بنفسه ارض المعركه. الحركه دي خلت النار تقيد في المكان كله، ويوتو قال لفيل نزول القائد في القتال هو سر القوه دي. لوبتر لما شاف كده قال لجنوده اللي هيجيب لي رقبه يوتو دي مكافاه عمره ما كان يحلم بيها. واول رمح خرج من قائد جيش لوبتر تجاه يوتو ما تهزش من مكانه، وده خلى الجنود تتحول لوحوش وهجموا على العدو بطريقه مش بشريه لدرجه ان لوبتر نفسه انصدم. نرجع لرون اللي كانت بتجيب اخرها، وستينس استغل انها انشغلت لما شافت يوتو وهجم عليها، بس هي داست على نفسها وقامت وقالت له انا لسه ما خلصتش. ستينس قال لها انا عايز اخلص على يوتو وبس. قالت له انت لسه ما شفتش اقصى قوتي. هجموا على بعض هجوم مرعب، وفي وسط الضرب سلاح رون طار منها، لسه ستينس جاي يخلص عليها اتفاجئ انها بتثبت سلاحها بجسمها وخلصت عليه في لقطه اثبتت فيها انها بطله بجد. يوتو امر الجيش يكملوا هجوم على الباقيين، وستينس وهو سايح في دمه سأل رون انت ايه سبب قوتك دي؟ قالت له لان يوتو دايما فعالي وبيحركني. قال لها كويس اني عرفت اسمك، وامر جنوده بالانسحاب. اما لوبتر فما بقاش فاهم يوتو بيعمل كده ازاي واتجنن خلاص، وقرر يضحي بكل حاجه ويهجم بنفسه ومحدش قادر يوقفه. فيل شكت ان دي قوه مساعد يوتو فضل يتحايل على لوبتر انه يقف لان المعركه انتهت خلاص، بس لوبتر طلع سيفه وهجم عليه، وفيل رمت نفسها في النص وهي بتقول ليوتو اهرب، بس لوبتر مصمم ان النهايه تكون هنا. يوتو ما كانش قدامه حل غير انه يطلع سيفه ويستعد لاول مواجهه ليه في الساحه. يا ترى يوتو هيعلم عليه ولا الاسطوره هتحصل وهما الاثنين هيخلصوا على بعض؟